ارجوك ارفع عن عيالي الغياب، ارجوك ارفع عن عيالي الغياب، انا مش قادره اودي عيالي المدارس. الست اللي قدامكم دي نشرت فيديو امبارح كسر السوشيال ميديا بالمعنى الحرفي، وبعتت رساله لوزير التعليم بتقول له ارفع الغياب عن ولادي لاني مش قادره اوديهم المدارس. واقسم بالله ساعه ما سمعت الفيديو حسيت بخنقه وجالي اكتئاب وحالتي النفسيه تعبت، وقلت يا رب استرها على الست دي، وخفت عليها لا تنحرف وتعمل في نفسها حاجه او تمشي في سكه شمال. معظم الناس اتعاطفت معاها ونايمين متنكدين بسبب حزنهم على عيالها اللي مش لاقيين اكل ولا عارفين يتعلموا ولا يروحوا مدارس. الفيديو ده موجه ليك انت يا ست وزير التربيه والتعليم، ارجوك ارفع عن عيالي الغياب، ارجوك ارفع عن عيالي الغياب، انا مش قادره اودي عيالي المدارس، انا ما معيش فلوس اوديهم مدارس. ومش معاها فلوس تاكل ولادها، بس معاها فلوس لباقه النت اللي بتفتح بيها لايفات وترفع فيديوهات. ما معيش فلوس اجيب لهم اكل كل يوم يروحوا المدرسه، ما معيش فلوس ادفع لهم باصات. الباص يعني ولادها في مدارس خاصه. ما معيش فلوس ادفع لهم دروس، ما معيش فلوس اعلمهم ولا اكلهم ولا اشربهم. احنا حقيقي مش عارفين نعيش، احنا حقيقي مش عارفين نعيش، انا معيش فلوس اكل ولا اشرب عيالي ولا اعيشهم، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه، اروح فين واجي منين؟ الضغوط حواليا كتير، الضغوط عليا وحواليا كتير. لكن يشاء السميع العليم ينكشف المستور. الست المغلوبة على أمرها ومش قادرة تودي ولادها المدارس وسببت لي حالة اكتئاب، طلعت صاروخ من صواريخ التيك توكر، وعندها صفحة وبتعمل لايفات وبيجي لها هدايا مالية محترمة، ولبسها أنيق زي ما انتم شايفين، بس هي مش معاها فلوس ومش عندها صحة تودي وتجيب، بس عندها صحة ترقص في الفيديوهات اللي بتنشرها على صفحتها. ولما حد يجي يساعدها من مؤسسات خيرية تقول لهم لا أنا مش فاضية، عندي فيديوهات بعملها ولايف مع الناس. خلينا نكون منصفين، في ناس تعبانة أيوة وأيون وألف في ناس تعبانة وقرفانة ومخنوقة وفي قبل ال10 جنيه، وفي ناس من ضعف الإيمان وصلت لأمور أسوأ بكتير، والناس ما بتحسش بظروف الناس. لكن أنا ضد اللي يتاجر بعواطف الناس ويبتزهم على غير الحقيقة. روحي يا شيخة ربنا يهديك وربنا يسامحك على الليلة اللي خليت الناس عاشت فيها في نكد وجبت لهم اكتئاب، وتطلعي تقولي ما عنديش صحة أوديهم المدارس، لكن عندك صحة تديها على التيك توك. حقيقي ممثلة بارعة.